أبو علاء الحداد. قمت تصنيع هذه السيارة بإمكانياتي الذاتية من محلي هذا البسيط، أشتغل وأذب عليها، وأنا وأولادي ساعدوني بها طبعا. وبيتي أجار والمحل أجار، ويجيني شغل مال العالم لازم أشتغله من راد لي وقت. فطولت عندها السيارة 8 أشهر تقريبا، وكلفت بحدود 60 ورقة. يعني شراء المواد الحديد، بالنسبة للحديد الصناعي مالها من الأسواق، اشتريت لها محرك، قطارات، وكملت بهاي الصورة اللي تشوفوها. أما كان تشجيع لك من ناحية زملائك، أقاربك، جيرانك، من ناحية العمل مالتها، لو ايش قالوا لك لما كنت تصنع السيارة أنت؟ والله يعني يقول قسم يشجعوني، وقسم لا ما يشجعوني، يقول أنت بطران. ايش سويت؟ قلت له ما أنا بدماغي بهالشيء أريد أسويه، لازم أسوي سيارة. طبعا أنا بالحقيقة صديق علاء، وشاركناهم بأفكارنا البسيطة تصنيع هذه السيارة طبعا، وشاركناه بعمل بسيط. احنا يعني كم من ضمن مهنتنا الصدر، يعني كملنا لهم شغلات العجلات مالتها والصدر اللويات والستيرن والاستدارات، هالسوالف هاي من ضمن مهنتنا يعني. والبقية الأخ أبو علاء طبعا هو بخبرته الواسعة. يعني أنت اعطيت توجيهاتك حداد بالنسبة للسيارة، يعني شفت بالبداية من ضمن مهنتي، بس يعني ما دخلت بعمله هو الخاص بالهيكل الخارجي مثلا الديزاين مالته والهذه تصميمات. انا يعني دخلت يعني من ضمن مهنتي بس الخاصه اللي بالصدر تتعلق طيب انت شفت يعني بس بالبداية ايش قلت يعني عليهم؟ طبعا هو عمل مبدع جدا. اول ما شفناها احنا استغربنا، قلنا هاي شنو هاي السياره؟ اي بعدين انباعنا عليها وجاب لنا الصديق ابو علاء انه، فباعنا عليها، فقلنا له احنا لازم نشارك بهذه السياره ونكمل كهربائياتها، وشجعناه عليها وسوينا له تصاميم اخرى احنا وياه، ساعدناه بهذا الشيء. كما تلاحظ عندنا سيارة الهامر تصنيع عمل يدوي، وهاي ان شاء الله مباشرين بهاي الثانية صغيرون. هاي تفكيرنا احنا الولد 3 اثنين، انا عندي اخوان 2، هو هان اللي اصغر من عنده محمد. اخترعنا هي سيارة صغيرة تكون تايراتها دراجة نارية، هاي الاوتوماتيك اللي هي ماشية سرعتها 60. تكون العجلات مالتها رامعة على السيارة، وماكينة موتور، ماكينة مال موتور صيني، بس هي سيارة تتكون من نوع حمر يعني، بس كله عمل بدينا يعني ماكو بالضبط. طيب هسه احنا بدنا نشوف هاي التصنيع مالتكم، هذا الشاصي انتم مسويه، ما اعرف يعني لاحمين وشغلات، والموتور انتم جايبين، يعني هاي شنو انتم كلها انتم ترتبوها؟ اي هذا الشاصي بوري ماشي يعني بالعامة عليه بوري شخاطه سهوله، عندنا مصالح حدادين بوري شخاطه مال ابواب وشبر. يعني حتى سيارة الجيب الهامر اللي سميناها احنا عمل كلها بليت ملم بوري شخاطه، وحتى المعوجه اللي عوجنا بها البليت عمل عراقي، يعني كله عمل يدوي، ماكو فد آلة او بريس كهربائي مثل ما يقول. يعني عند شركات العالم اللي كلها تصنيع عالمي، احنا ما عندنا تقنيه مثله. طيب تكاليفه على شلون؟ والله تكاليف انا حسب ما سمعت بالوالد، يعني احيانا احنا ما متشيكين، بس حسب ما ذاك يوم يسولف الوالد قال لحد الان كلفتنا 60 ورقه ذيك السياره، وهذا الصغير لحد الان يعني 6 ورق كلفت على الحطه. 6 ورق كلفت على الحطه لحد الان. تسوقون كله من المكان، يعني نفس الشهربان عندكم اسواق من غير مكان؟ بالضبط عندنا جماعتنا وكلاء مثل يعني ابو الحديد، واحنا الحمد لله ما نحتاج بس حديد وبليت، والباقي كله احنا نكبله، حتى دشبول داخلها ما اعرف ايش كله يعني عمل بليت تسوي بالضبط. طيب السيارة ما طيب انتوا كلكم بس الاخوه يشتغلون، يعني ما عندكم احد وياكم يشتغل؟ لا بس سيد الوالد واحنا 3 ولده يعني نشتغل.